السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا بقى كيلو من البطاطس، تقطع كده شرايح زي ما انت شايفة السمك بتاعها. هنعمل مع بعض صينية بطاطس بالأجنحة بالصوص الأحمر. معايا هنا 4 بصلات مقطعاهم حلقات، ومعاهم قرنين فلفل حار حسب الرغبة. معانا بقى 3 فصوص توم مهروسين وجزرتين هيخلوا طعمها في حتة تانية خالص، برضو متقطعين شرايح بسمك برضو البطاطس. معايا بقى أجنحة ودبابيس بتاعة الكتف بتاع الفراخ. أنا باحب أعمل بيها اللي هي صينية البطاطس. كان عندي الفراخ قطعت الأجنحة بتاعتها كده. معايا هنا بقى كيلو من الطماطم مضروب ومتصفي كويس. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. صينية على النار ومعاها شوية زيت، وأول ما يسخن هندي تشويحة للأجنحة. تشويحة دي بتعمل فرق يا حبايب قلبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. دي صدمة اهو زي ما انتم شايفين. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص كده اهو نزلناها كلها. تعالوا بقى نعمل الخطوة التانية. هنحط البصل في بولة كده صغيرة، والفلفل الأخضر. يلا بقى نحط التوابل. بسم الله. معايا هنا معلقة قرفة، معلقة بهارات السبعة أو ال7 بهارات، بابريكا، طبعا ملح، كزبرة ناشفة، وورق لورا. بسم الله. وجوز الطيب. طبعا أنا نسيت أحط الفلفل، هرجع أحطه تاني معاكم دلوقتي. هنديهم بقى تقليبة، هنخليهم هما والبصل يعني البصل يشرب من التوابل اللي احنا حطيناها دي كلها. هنحط بقى حبهان فلفل اسمر، او الفلفل معلقه كبيره اهو. نقلبهم كويس جدا. بسم الله، ربنا يحسن ما بين ايديكم. 3 حبات من الحبهان. خلاص كده الأجنحة خدت صدمة. هنحط البصل والتوابل كده زي ما انتم شايفين. كل ده والنار شغالة يا جماعة. بسم الله. تاكلي أحلى صينية بطاطس بالصوص الأحمر وبالأجنحة. وهنعمل مع بعض شوية رز بشعرية. متنسوش في اللايك يا حبايب قلبي. اللي بيحبني يحط لايك، أو الفيديو عجبه يحط لايك. ولو ما اشتركتوش في القناة اشتركوا، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. فضينا بقى الجزر بعد البصل على طول، بعد كده البطاطس، ونشوحهم بقى نسيبهم على النار شوية اهو. نسيبهم بقى 5 دقايق كده ولا حاجة على النار اهو. خلاص كده يا حبيبي البطاطس اتشوحت مع الفراخ والبصل. هنحط بقى آخر حاجة الطماطم والثوم. هنديها تقليبة كده. بسم الله. ولو عندك معلقة صلصة حطي. 4 فصوص من التوم اهو. حطيها بقى تاخد غلوة على النار بعد ما تغطيها، وما بزودلهاش أي مية. وأغطيها بورق الألمونيوم اهو، أو ورق الزبدة، وأحطها في الفرن. أول ما تستوي خليها تاخد لون. ويلا بينا بقى نعمل رز بشعرية مع بعض. بسم الله. حطيت شوية زيت على النار ومعلقة سمنة محترمة كده. معايا بقى 300 جرام من الشعرية.
نحمرهم بقى ايه بحبة ملح عشان ايه كل اللون يبقى واحد وما يتحرقش منك. معلقة ملح صغيرة كده. اول ما ياخد لون هنحط الرز. خلوش غامق قوي يا حبايبي اهو ما شاء الله لونه ذهبي. يلا بقى نحط الرز نديله تشويحة بس كده مع السمنة والزيت عشان يبقى مفلفل وجميل. هنزيده مية سخنة بعد ما نحط له الملح بتاعه طبعا. بسم الله. بس كده هنغطيه بقى يستوي ونرجع له بعد ما يستوي. بسم الله وكده استوى يا حبايب قلبي. ألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. حبايب قلبي ما تنسونيش في اللايك يا حبايب قلبي. خلاص كده اهو صينية البطاطس استوت والرز استوى اهو. بسم الله ما شاء الله. رز مفلفل وجميل والبطاطس دايبة دوب يا حبايبي. ألف هنا وصحة على قلبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في اللايك بقى، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تشتركوا في القناة لو مشتركتوش. هتوحشوني جدا لحد الفيديو اللي جاي. في رعاية الله وأمنه، مع ألف سلامة.